ليه الزمالك مش فوق الجميع؟ لو عايز تعرف الإجابة وتهمك سواء كنت زملكاوي أو حتى أهلاوي كمل معايا الفيديو ده لحد الآخر. الإدارات المتعاقبة اللي شفناها كلها، يعني النهارده بنشوف باشمهندس ممدوح عباس واحد من رؤساء الزمالك السابقين كاتب تويته في حق كابتن حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي، تويتين في ساعة واحدة. أول واحدة يعني قدام حضراتكم اهم، ان انا اما بلاقي حسين لبيب ما بيكلمنيش بطمن على نادي الزمالك ومش بطمن على نادي الزمالك. والتانية بعدها بساعة ما تفهمش هو كتبها من نفسه ولا حد قال له، قال لك لا انا وحسين لبيب اتكلمنا لمدة تلت ساعة وما فيش حاجة. في ايه؟ انتوا عايزين تشبعوا لط؟ هو يا باشا هو الناس جايبة حاجة من عندها؟ حضرتك اللي بتكتب تويتات من الشكل ده ليه؟ ليه يعني؟ وشفنا طبعا مؤتمر الصحفي منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بيسرد فيه برضه حقائق الفترة اللي فاتت والغرامات ومين المتسبب في الغرامات. طيب في كل اللي بيتقال ده أليس فيكم رجل رشيد يلم الناس كلها على حب نادي الزمالك؟ ده ما بيحصلش. إن الموضوع يتحل والدنيا تتحل وتعلوا مصلحة النادي، الفرقة اللي غرقانة وفي كل الألعاب وألعاب الصالات. طب شوفوا حل، شوفوا حل اللعيبة اللي بتمشي. مش ذنب محمود الخطيب ولا النادي الأهلي ولا أي نادي تاني، ده ذنبكم انتوا اللي مش بتحلوا. ايه سبب عدم الحل في نادي الزمالك؟ ايه سبب عدم حل المشاكل دي كلها؟ بدل ما تصدر لي ميدو وكل شويه وتصاريح عندنا شيكات مفتوحه، ده الزمالك اللي بطنه مفتوحه ونقطوا الجماهير بتاعتكم. بدل ما تتكلموا اشتغلوا تلموا على حب الزمالك. ما تسالش ليه الزمالك يعني متاخر عن الاهلي بكتير قوي. ما تسالش ليه الزمالك ما عندوش رعايه زي الاهلي. ما تسالش ليه. ما تسالش ليه نجوم الزمالك ما بتطلعش اعلانات. ما تسالش ليه. كل دي عوامل مؤثره. جمهور الزمالك اتمنى ان كله يفهم المشكله فين.